مساء الفل يا خلود. مساء الخير، ازي حضرتك؟ انا مش حضرتك. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله انا كويسه. قولي لي اساعدك ازاي يا حبيبي؟ هو انا كنت مرتبطه بشخص وكده، هو كان معايا كويس لمده 4 سنين. يعني هو كان واقع في مشاكل وكده، وقفت جنبه، يعني حتى كان هيتحبس وكل حاجه وقفت جنبه. هيتحبس؟ يعني مشكله، يعني كانت في شغله وكده وقفت جنبه. المهم ان انا كنت التخرج بتاعي كان قبلها باسبوع، انا كلمته وقلت له افضى عشان التخرج بتاع الاسبوع الجاي وكده، قال لي تمام وكل حاجه. من بعدها اختفى، مش بيرد عليا خالص من ساعه ما قلت له على التخرج بتاعي. اتصل بيه، حطتني في البلوك. اتصلت بمامته كذا مره، في الاخر رد عليا هو، قال لي احنا هنسيب بعض، وقفل التليفون في وشي. رحت له في الشغل وكده. رحتي له بعد ما قفل السكه في وشك؟ طيب. عشان هو مش رافض يقول السبب. ايه معاكي يا حبيبي معاكي. بعد كده بقول له بص، انا مش جاي عشان نرجع لبعض اصلا ولا اي حاجه، احنا كده كده، انا اصلا عايزه اسيبك. راح بيقول لي انت ما عملتليش حاجه، انا مني اللي انا جاحد، انا ما استاهلكيش اصلا. بقول له طيب خلاص قول لي السبب. قال لي ما فيش حاجه. امه مامته واخواته كلهم، كل الناس بتساله ايه السبب، ما بيردش عليهم. اول ما يجيبوا سيرتي بيقوم يقول لهم هي ما عملتش حاجه، انا السبب في كل حاجه، ويقوموا يسيبهم. ده في واحده تانية. راح بيقول لهم انا مش عارفه اعمل لها ايه، ولا مش عارفه اخطبها ازاي. يعني ايه مش عارفه اعمل لها ايه، مش عارفه اخطبها ازاي؟ يعني هو بيقول لهم انا عايزه اخطبها، بس انا مش عارفه اخطبها ازاي. بيقول لهم انا بعمل كل حاجه عشان عايزه اروح اخطبها، بس الظروف وحشه بالنسبه لي. راحت مامته قالت له ما هي راضيه. راح قال لها انا مش هاخدها من مكان عالي لمكان اقل من اللي هي عايشه. وافتكر بعد 4 سنين الكلام ده؟ ما هم كلهم قالوا له كده. يعني 4 سنين هو مش فاكر ومش عارف كراجل محترم ان هو ما عندوش امكانيات ومش عايز يبهدلك؟ طب بلاش يا خلود. مش الناس يا حبيبتي لما تيجي تسيب بعض بالادب والذوق والاحترام بترفع بعض على سماعه التليفون؟ يعني انت النهارده لو انت مخطوبه لحد ومش عايزاه، مش هترفعي عليه سماعه التليفون تقولي له يا ابن الحلال انا مش عايزاك، اتفضل شبكتك اهي مع السلامه بادب واحترام؟ ده المفروض. احنا مره سيبنا بعض. حلو. اسمعيني بقى يا خلود، اسمعيني والنبي. دلوقتي هو شخص اختفى دون مبررات، خلاص؟ من يوم وليله فعلا، من غير ما يقول هو ان هو مختفي ليه، واختفى اصلا. انا عايزه خلود معايا يا جماعه، ما حدش يقفل السكه. واختفى من غير ما يقول ان هو هيختفي، ودي بتوجع قوي. عارفه اللي هو بيضرب بالانس في الهواء ده ويطلع يجري، ورافض يقول السبب. ده حاجه، ده مأساة. ورافض يقول السبب، فده معناه انا اسفه يا خلود يعني ان انتي مش فارقاله قوي دلوقتي، خلاص؟ طبعا. وبعدين انا عارفه ان انا مثلا ست بخيله، انا عارفه ان انا ست بخيله السنه الاولانيه واليوم الاولاني والاسبوع الاولاني والساعه الاولانيه. انا بقى مش هقعد ارغي معاكي 4 سنين ان انا بخيله، انا بخيله، تمام؟ انت عارف ان انت ما عندكش امكانيات، رابطني جنبك 4 سنين ليه وانت عارف ان انا ما عندكش امكانيات؟ حاجه بقى كمان، انت يا ست البنات، يا ست البنات، لما قلتي له انا عايزاك معايا في حفله التخرج، هل دي فيها اهانه؟ هو كله بيقول يمكن غيران. انه ايه؟ غيران. يتعمل لك بلوك؟ لا ردي عليا، عشان كده قلت لهم ما تقفلش. يتعمل لك بلوك؟ لا. حلو. هو كان كويس وقال لي انا هروح وهكلمك، قلت له ماشي وخلاص. هو قال لي انا هظبط الفوتوغرافر عشان يجي لك، قلت له ماشي وخلاص. اسمعي بقى كلام، اسمعي كلام اختك الكبيره. تمام. انا مش بكلمه خالص. حلو. ويتعمل له بلوك، ماشي؟ تمام. وهنختفي تماما، لا ماما ولا بابا ولا هو ولا العفريت. احنا تمام؟ انا قبلت الهزيمه، وعيش حياتك واتكل على الله، وانت ما عندكش امكانيات، وانا موافقه ان انت ما عندكش امكانيات. مامته كلمتني في العيد، راحت بتقول لي ما يتردش على مامته تاني يا خلود. لا، هي بتقول لي، هو بيقول لها انا بحبها وكده، وهي لو بنت حالة تستناني. طيب انا استغربتها. بصي بقى، انا اعصابي بايظه بالعلقه دي يا خلود. يعني احنا على الشاشه وكده. ماما حبيبه قلبي، ماما ما يتردش عليها تاني.
بابا ما يتردش عليه تاني، لا صاحبه ولا صاحبته. هنقعد شويه، انت هتقعدي تاكلي في نفسك، معلش انا عارفه حبيبتي. انا بقالي 3 شهور. وبعدين هنبتدي نقول ايه، طب انا عملت ايه، طب انا سويت ايه، طب اكلمه اقول له، طب اراضيه، طب مش عارفه ايه. بصي بقى يا خلود، هنرضى بالامر الواقع، والنهايه هتبقى حاجتين. الحاجه الاولانيه ان بعد شويه الحاجات اللي انا بقولها لك وهقولها لك دلوقتي هيرجع، فهنحط رجل على رجل وهنحط بقى شروطنا اللي احنا عايزينها. يا مش هيرجع ومع 2000 سلامه والباب يفوت جمل، واحسن. لانه الراجل يا خلود اللي ملوش امان، يعني ده ما مشيش وقال لك انا مش هقدر، ده عمل لك بلوك يا ماما. ورافض يقول كمان. انا معلش عارفه ان انت زهقتي، معلش. فده اصلا ملوش امان يا خلود، يعني حتى ده لما يرجع انا ما استامنش عليكي معاه، ما استامنش ان انت تكملي معاه. ما هو ممكن ما امنش، عفوا، ما هو ممكن بعد 3-4 شهور من الجواز لو رجع يصحى الصبح ملوش مزاج فيطلقك ويسيب البيت فجأة. صح. لا بابا هيترد عليه ولا ماما ولا هو. احنا بقالنا 3 شهور، لكن في هات وخد، وماما بتقول وانا بقول لماما وبتاع، فهو مطمن ومستريح وحاطط رجل على رجل. شهر كمان مش بكلم مامته خالص. طيب هو حاطط رجل على رجل ان حضرتك لسه موجوده في الصوره. تعالي بقى، تعالي انا وانتي كده نتفق نختفي شويه من الصوره، شويه بقى محترمين. هتلاقيه فجاه عمل لك انبلوك، هتلاقيه فجاه لما هيتصل بيكي وانتي ما بترديش على تليفونه هيقوم جايب تليفون صاحبه يكلمك، هتلاقيه فجاه بقى بيخبط على الباب علشان خاطر يتجوزك والامكانيات فجاه ظهرت. اسمعي كلامي، الموضوع ده هياخد شهر او 2. انتي بتعملي ايه في حياتك؟ بتشتغلي؟ انا لسه مخلصه بدور على شغل. يا ريت بقى ندور على شغل ونشتغل، نكلم صحابنا ونخرج معاهم، نتعرف على بني ادمين جداد، نبيض الاوضه، نروح ناخد كورس خياطه، نعمل اي حاجه جديده تخلي فيه في حياتنا بني ادمين ونتشغل. اسمعي كلامي يا خلود. حاضر. اديله بس شهرين، ان احنا في 7 في 9. ما تسماش رضوى الشربيني يا خلود. اما جه ويتكلم وكلم صحابه وكلم واصحابي يكلموه والجيران، صح يا استاذ امل؟ صح. وعمل جداً. اللي وساعتها بقى كلميني وهقول لك هنعمل ايه. حاضر. وعد يا خلود؟ لا وعد والله. خلود انا بحط ايدي في ايدك اهو على الشاشه. لا وعد والله. بحبك، خلي بالك عن نفسك. وانا كمان.